النهاردة هنتعلم سوا أكتر عن إزاي أفكارنا ومشاعرنا مرتبطين ببعض. خلونا نسمع القصة دي سوا. زيج كائن فضائي بيعيش في كوكب اسمه زن. في يوم صحي من النوم وكان حاسس إنه متحمس عشان ده كان يوم عيد ميلاده. زيج كان حاسس بتنميل في جسمه وسخونة في بطنه، وقال لنفسه النهاردة هيبقى يوم جميل عشان عندي حفلة عيد ميلادي. كل أصحابي هيجوا النهاردة، عشان كده أنا بحب أعياد الميلاد. بسرعة نط زيج من على سريره ولبس هدومه واستعد إنه يروح الحفلة في مدينة ملاهي زن. لاحظ كده أفكار زيج ومشاعره وإشارات جسمه، ولاحظ إزاي كلهم مرتبطين ببعض، كل جزء بيأثر في باقي الأجزاء. جه وقت الحفلة ومحدش من أصحاب زيج الفضائيين جه. زيج بص من الشباك وبرضه ما كانش شايف أي حد من أصحابه جاي في السكة. ومع مرور الوقت بدأ زيج يحس إنه زعلان وقلقان، وبدأ يحس إنه ريقه ناشف ومش عارف يبلع كويس، وحس كده إنه مخنوق جدا. وبعد شوية بدأ يحس إن بطنه مكركبة، وبدأ يفرك ويحرك وما كانش عارف يقعد في مكانه، وكان حاسس بضربات قلبه سريعة وقوية، دم دم دم. وابتدى يفكر هعمل ايه دلوقتي؟ أصحابي نسيوني، شكلهم مش بيحبوني، أنا هبقى قاعد كده وحيد. زج قعد على الأرض وحط إيديه على وشه وبدأ يعيط. حاول بقى توزع الأفكار والمشاعر والإشارات الجسدية في الأماكن المناسبة ليها في الرسمة اللي قدامنا دي. أفكار زج ومشاعره اتغيرت خالص، وبدأت كل الأفكار اللي تجيله تخليه زعلان أكتر وقلقان أكتر. بعد شوية زج رجع البيت، وأول لما وصل سمع أصحابه بيغنوا Happy birthday to you، سنة حلوة يا زج. واكتشف زج إن أصحابه كانوا مجهزين له مفاجأة. في اللحظة دي بدأت مشاعر زج بالقلق والزعل تتغير، وابتدى يحس بسعادة وفرحة كبيرة، وابتدى جسمه يهدى وبطنه تبطل كركبة. وابتدى يفكر ويقول لنفسه كل أصحابي افتكروني، أصحابي بيهتموا بيا وبيحبوني. وابتدى زيج يغني ويتنطط ورجع لإحساس الحماسة من تاني. خدتوا بالكم إزاي مشاعر زيج وأفكاره وأحاسيسه الجسدية اتغيرت مع بعض؟